السلام عليكم ورحمة الله. يعني إيه حياة؟ يعني إيه عيشة أو معيشة؟ يعني إيه إنسان؟ يعني إيه عبودية؟ يعني إيه حرية؟ يعني إيه خلق؟ سألت نفسك ليه أنت موجود؟ حياة يعني ليك أهمية وبتحس بوجودك وعارف كويس جدا جدا قيمة الوقت أو قيمة نفسك أو قيمة ذاتك وداخلك، كل ما فيك ليه أهمية كبيرة جدا وأنت عارف كويس جدا جدا يعني إيه أنت حي؟ يعني أنت صاحب عمل، صاحب إنتاج، صاحب مكانة كبيرة عند ربنا وعند الناس، يعني إيه أنت حي؟ يعني أنت صاحب فضل كبير جدا جدا على ناس كتير جدا جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى، يعني إيه أنت حي؟ يعني ربنا وضع فيك حاجات كتيرة جدا وميزات مختلفة فضلك بيها على ناس كتير وعن كل الكائنات الموجودة في الدنيا بحالها، يعني لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ربنا وضع فيك بصيرة كبيرة جدا جدا عشان تفهم أكتر وتعرف إن فيه سبب لوجودك. صحيح ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال كمان ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ربنا مش عايز منك رزق لأنه سبحانه وتعالى اسمه الرزاق، وضع لكل واحد فينا رزقه قبل ما حتى يجي الدنيا أصلا. لكن يا صديقي ليس عليك الا ان تسعى وليس عليك ادراك المقاصد، فادراك المقاصد والنتائج على ربنا سبحانه وتعالى. لان ربنا سبحانه وتعالى يعني قال ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا وان الله لا يضيع اجر المحسنين. يعني كل ما عليك انك انت تحسن وتتقي الله في عملك، وده وصى به صلى الله عليه وسلم حينما قال ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، ولان ربنا قال واتقوا الله ويعلمكم الله. يعني يا صديقي كل ما تتقرب لربنا اكتر كل ما هيمن عليك اكتر من فضله ويعطيك اكتر واكتر. يعني اشتغل اكتر هتتعلم اكتر واكتر، فلكل جهد كبير اجر مضاعف. ربنا وضع فيك ميزات كبيره جدا جدا، بس انت دور جواك واشتغل هتلاقي نفسك انت عندك حاجات كتيره جدا انت ما تعرفهاش اصلا. هو ايه اللي انا بعمله ده؟ ده قوه كامنه. يعني ايه قوه كامنه؟ قوه كامنه قوه انت ما تعرفش عنها حاجه، ربنا وضعها فيك لكنها خامله. طب يعني ايه طب ايه اللي خلاها خامله اصلا، او ايه اللي مخليها خامله؟ وانت عرفتها ازاي؟ عرفتها بقربك لربنا وبشغلك وعملك المتواصل. عشان كده بقول لك اشتغل اكتر هتتعلم اكتر، وده السبب اللي العالم وصل له دلوقتي، انه بقى فيه تطوير كبير جدا جدا في كل حاجه من حوالينا.